السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الغاليين، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وعافية. اليوم نشتي نتخابر عن موضوع بنعيشه كل يوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موضوع الترندات وكيف قد أصبح أثرها في المجتمع. وقد شفنا ترندات سابقة يعني ما شاء الله تسعد القلب وتفتح النفس، وبه ترندات سيئة. الترند ما شو حاجة ضروري يكون نثرة ولا فضيحة ولا سقوط أحد ولا تشويه سمعة. الترند يكون ابتسامة، يكون خير، يكون حاجة ترفع الناس وتخليهم يقولوا الله الحمد لله عاد باقي أمل في هذا العالم. شوفوا لما واحد يعني يساعد عجوز ما بش معه عيال وتكفل به، أو وليد يحقق إنجاز رغم يعني ظروفه الصعبة، ولا مشروع صغير من يعني يبدأ واحد من تحت الصفر ويكافح. هيا لو هذه الحاجة تقعد ترند كان الناس يشجعوا على الخير ويتعلموا ويقتدوا الناس بهم بدل ما يقتدوا بالغلط. خلونا نتخابر بصدق. احنا كمجتمع احيانا ندور وراء الترند الذي يضحكنا ونحاول نهرب من الوضع الذي احنا فيه، لكن ما يمنعش بس بالتي، ولا ندور وراء الترند الذي يصدمنا، وللأسف نفلت ونترك الترند الذي يعلمنا أو يلهمنا. لكن لو كل واحد مننا شارك حاجة إيجابية، حاجة مفيدة، صدقوني إن احنا يعني نحس براحة داخل أرواحنا وسعادة كبيرة يعني. وكل ترند مفيد يجر ناس أكثر نحوه. افرضوا يكون الترند هذا الأسبوع يعني للتبرع مثلا لدار الأيتام، ولا لمساعدة محتاجين، ولا لعتق رقبة، ولا فكرة جديدة يعني تشجيع اختراع محلي، ولا مبادرة شبابية. عاد الأجمل من هذا كله لما يكون الترند كلمة طيبة تغير حياة إنسان، بدل ما تكون كلمة جارحة تكسر قلبه وتحطم نفسيته. فكروا معي شوية، ترنداتنا يعني هي مرايتنا. إذا صنعنا ترند سلبي نشوف صورة ماشي حالية، لكن إذا صنعنا ترند إيجابي نشوف جمالنا الحقيقي. والأهم والأساس هو أن الناس قصدهم يعني أن الترند يصنعه ناس غيرنا. والله أن الترند يبدأ بضغطة زر ومن مشاركة ومن تعليق منك ومني ومن كل واحد فينا. لذلك خلونا نغير فكرتنا ونختار الترند الذي يضيف للحياة لمسة أحلى وأجمل، مش الذي ينقص يعني من حلاوة الحياة وبسمتها، ونكون احنا الضوء وسط زحمة الظلام. هذا الذي أعجبه كلامي وأراد أن يشارك المنشور يشاركه. وتحياتي لكم جميعا وسلامتكم طول بقائكم، في أمان الله.